نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، فإن الله تبارك وتعالى أبان لخلقه من آياته ما فيه عبرة للمعتبرين وهداية للمسترشدين وحجة على الجاحدين والمعاندين، وذلك بما في تعاقب الليالي والأيام وتتابع الشهور والفصول والأعوام من آيات باهرات وعظات زاجرات بما فيه من عبر وعظات. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ روى ابن حبان في صحيحه والحديث أصله في الصحيحين من حديث عبيد بن عمير رحمه الله أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. فقالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فما زال يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، وكان جالسا فما زال يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض، فجاء بلال رضي الله عنه وأرضاه ليؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنزل الله تبارك وتعالى الليلة علي آيات ويل لمن قرأهن، ويل لمن قرأهن، ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن تأمل هؤلاء في آيات الله الظاهرة وفي آياته الباهرة جعل منهم ما يتذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا. كيف لا والكون بما فيه
يشهد على عظمة الله وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى ساعة علمه. فواعجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومن هنا كان حقا ولزاما على كل مسلم أن يتذكر وأن يتدبر وأن يتعظ بكل ما يراه من حوله من آيات الله سبحانه تبارك وتعالى الظاهرة، وألا يكون حاله كحال أهل الغفلة الذين هم في بحار غفلتهم يسبحون وفي سكرتهم يعمهون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون. يمرون عنها أي لا يتدبرون فيها ولا يتفكرون فيها ولا يتأملون فيها، بل هم عنها معرضون. ومن هنا آثرنا الكلام عما نعيشه من نعم الله تبارك وتعالى الكثيرة وآثار آلائه الوفيرة ومننه الغزيرة. وما بكم من نعمة فمن الله. ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده وآلائه على خلقه نعمة عظيمة من نعمه الكبار ومنة جسيمة من مننه الغزار، هي سر من أسرار الحياة وبديعة من بدائع الكون في الحياة والممات، وعظيمة من عظائم المخلوقات، آية من آيات الله الظاهرة الدالة على قدرته القاهرة وعظمته الباهرة. بها خلقتنا وقوام معيشتنا وسر وجودنا وبقائنا. بها قسم أرزاقنا تنزل من السماء وتخرج من الأرض وتنشق من الجبال وتتصدع من الأحجار. نعمة ما أزهل الناس فيها عند وجودها وما أحرصهم عليها عند ذهابها وفقدها. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. تلك هي النعمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في التنزيل الحكيم، وذكر بها عباده المؤمنين في أكثر من 160 موضعا من كتاب رب العالمين، من كلامه العزيز ووحيه البليغ الوجيز. إنها عباد الله نعمة الماء. قال تبارك وتعالى مذكرا عباده: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هو عنصر الحياة، لا حياة إلا به، لا حياة للأرواح ولا للأبدان إلا بهذا الماء، ولولاه لما عاش الإنسان وما عاش نبات ولا حيوان. واقرأوا تصديق ذلك في قول الكريم الرحمن: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال ربنا: والله خلق كل دابة من ماء. قال عز من قال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء حي. ترى الأرض هامدة يابسة مغبرة منكمشة، فإذا نزل عليها الماء بقدر نقيا من الشوائب والكدر أحيا الله به البوادي والحضر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بهذا الماء عباد الله تروون عطشكم وتطهرون أجسادكم وتصنعون طعامكم وتغسلون متاعكم. ماء مبارك طهور يسقى به الحرث
وينبت به الزرع ويدر به الضرع، منه يشرب الناس والأنعام والأناسي كثيرا. إن خف كان سحابا، وإن ثقل كان غيثا ثجاجا، وإن سخن كان بخارا، وإن برد كان ندى وثلجا وبردا، تجري به الجداول والأنهار، وتتفجر منه العيون والآبار، وتخزنه الأودية والبحار. لا سبيل للوصول إلى هذا الماء إلا بفضل الله الواحد القهار. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأروني عباد الله ربا غير خالقا له غير رب العالمين، ومبدعا له سوى قيوم السماوات والأرضين. ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون. إن حبس عن الخلق ومنع عليهم من السماء لا مطمع لهم ولا رجاء لهم إلا من رب الأرض والسماء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. أيها المسلمون عباد الله، عندما تفقد هذه النعمة تعاني الأمة الضراء وتعالج البلاء، فيعظم الخطب ويشتد الكرب. وانظروا يا رعاكم الله، إذا تأخر عن الناس الغيث ونقصت الأمطار وجفت الأنهار، فذهبت الزروع والثمار والمحاصيل والأشجار، كما اقتضت رحمة الواحد القهار، وبما كسبت أيدي الناس، وإنا على ذهاب به لقادرون. فانظروا إذا دخلتم بيوتاتكم ففتحتم الحنفية فلم تجدوا منها ماء ينزل عذبا فراتا، فينحبس عنكم الماء ولو كان بالقطرات. انظروا في شرق الأرض وفي غربها كيف يموت الناس ولم يجدوا قطرة من ماء يسدون بها عطشهم، فضلا أن يجدوا ماء عذبا فراتا مستساغا. ماذا بكم عباد الله لو حبس عنكم الماء ومنعتموه؟ هل يصلح لكم حال؟ وهل يقر لكم قرار؟ وهل تدوم لكم حياة؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ دخل الواعظ ابن السماك رحمه الله على أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، فاستسقى الخليفة فأوتي بكوب من ماء، فنظر هيبة ابن السماك رحمه الله فاستحى أن يشرب منه لما كان له من المهابة والجلال، فقال اشرب يا أمير المؤمنين، فشرب رحمه الله تعالى نصفا من هذا الماء. فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين كيف بك لو كنت في صحراء قفراء مقحلة، بكم تفتدي نصف هذا الماء؟ فقال هارون الرشيد رحمه الله تعالى أفتديه بنصف ملكي. فقال له يا أمير المؤمنين لو حبسه الله تبارك وتعالى عنك فما استطعت إخراجه من جسدك، بما كنت تفديه؟ قال بنصف ملك الآخر. فقال يا أمير المؤمنين إن ملكا قيمته عندك إدخال ماء وإخراجه أحرى أن يزهد فيه. فبكى رحمه الله تبارك وتعالى. وذلك تذكير بنعمة هذا الماء، أعظم النعم وأول النعم التي سيسأل عنها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال ربي جل في عليائه وثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم يوم القيامة لتسألن يومئذ عن النعيم. أكثر الناس عباد الله يظن النعيم الذي سيسأل عنه هو النعيم المقيم، هو الأموال العظام التي تكنز كالجبال، هو العقارات والسيارات وما إلى ذلك من النعم العظام.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ نعمة الصحة والعافية. ألم نروك من الماء البارد؟ ثاني ما يسأل عنه العبد من النعيم نعمة الماء البارد الذي نشربه ولا نلقي له بالا ولا نشكر الله تبارك وتعالى عليه. فيا ليت شعري أغابت مثل هذه النصوص العظام المباركات أم ذهلنا أن نقف معها الوقفات والتأملات لما صرنا نرى ضياع الماء في الطرقات وهدره بالإتلافات ممن غلبت أنفسهم وطاشت عقولهم فراحوا يفسدون على أنفسهم وعلى غيرهم هذه النعمة العظيمة عن الشمال وعن اليمين ويصمون أنفسهم بلقب مشين ينبغي ألا يصف به المؤمنون وهو المسرفون المبذرون. قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن من أفحش أنواع التبذير عباد الله وأفسده على الخلائق ومعاشهم تبذير هذه النعمة العظيمة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وحجة الله على الخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، عجبا لهذا الماء كيف يجعله الله تبارك وتعالى سببا للرحمة والثواب، كما يجعله ربنا سبحانه تبارك وتعالى سببا للخزي والعقاب. فالماء بين مظهرين عظيمين، مظهر النعمة والنقمة، وذلك في الأولى والآخرة، في العاجلة والآجلة. فحري بنا أن نقف مع الماء بمظهرين عظيمين، منظر الرقة والرحمة ومنظر العذاب والشدة. إن الماء عباد الله كما مر معنا سبب البركات والخيرات. يقول رب البريات: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. كما أن الماء أيها الإخوة جند من جنود الله تبارك وتعالى التي عذب الله بها ويعذب الله تبارك وتعالى بها في الأمم السابقة والماضية من شاء من خلقه ممن حق عليهم العذاب، ممن عصوه وفسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته فكفروا به وكذبوا رسله وجحدوا نعمه. عذب الله تبارك وتعالى أقواما كثرا بهذا الماء فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فهؤلاء عباد الله قوم نوح عليه السلام لما كذبوا الرسل عذبهم الله بالماء الذي على قمم الجبال، جاءهم من الأرض ومن السماء فأحيط بهم. قال الكبير المتعال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الماء عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهؤلاء قوم سبأ كفروا نعم الله وما أدوا حقها فاجتاح الماء بلادهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا
وهل نجازي إلا الكفور. روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة، أي السحاب الذي يخيل للناس أنه سيمطر، إذا رأى مخيلة من السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا أمطرت السماء سري عنه، أي ذهب عنه ذلك الروع وذلك الخوف. فعرفته عائشة ذلك، أي سألته عائشة عن السبب، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني قد رأى قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديتهم، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وأما في الآخرة فإن الماء أيضا عباد الله بين مظهرين، مظهر النعمة والنقمة، مظهر الرحمة والعذاب، بل هو من أعظم أنواع النعيم في جنات النعيم. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. وقال تعالى عن نعيم أهل الجنة: وظل ممدود وماء مسكوب. كما أن الماء أيضا هو من أشد عذاب أهل النار في النار والعياذ بالله، فأغلى أمانيهم أنهم سيتمنون النار، أن يتمنوا الماء العذب البارد، وأن لهم ذلك وهم في جهنم وبئس القرار دار البوار، يتمنون على الله تبارك وتعالى شربة من الماء. قال سبحانه تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال علماء التفسير: دل ذلك أن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى الماء. فاتقوا الله عباد الله في هذه النعمة، واشكروا الله تبارك وتعالى واشكروه فيها، ولا تبذروها فتحلوا بأنفسكم نار البوار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره واختم له بالخير، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وأدخله الجنة بغير حساب ولا عقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.